السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم متابعي قناة أكل شهية مع أمل صيام. النهارده بإذن الله هنعمل مع بعض الميني بيتزا بطريقة بسيطة بإذن الله وبمكونات سهلة. يلا بينا نشوف العجينة هنعملها ازاي مع بعض. أنا هقول لكم المقدار ل2 كوب من الدقيق، وانتي ضعفي المقدار براحتك أو جربي في كمية صغيرة الأول علشان لو عجبتك تبقي تضعفي براحتك. كوبايتين الدقيق هياخدوا معلقة صغيرة من الملح، وهقلب الملح كويس مع الدقيق. كوبايتين الدقيق دول هيحتاجوا ربع كوباية من الزيت، ربع كوباية من الحليب، 2 بيضة، ومعلقة من الخميرة الفورية، وكوباية من المَيّة. وطبعًا المَيّة إحنا عارفين إن ممكن يختلف مقدارها بالزيادة أو بالنقصان على حسب نوع الدقيق بتاعِك. وهنبدأ نروح بقى على العجان ننزل بالدقيق، وفوق الدقيق هننزل بقى باللبن بتاعنا والزيت والبيض والخميرة وكل حاجة، وننزل بالمَيّة تدريجيًا ونعجن كويس. حد هيقول لي ممكن أعجن عجين يدوي؟ طبعًا ينفع. هتحطي الدقيق بتاعِك في بولة وتعملي حفرة في النُص وتنزلي بكل المكونات بتاعتنا فيها، وتقلبيهم كده كام تقليبة بإيديكِ، وبعدين تبدئي تدّي لهم الدقيق وتخلطي الدقيق وتنزليه للمقدار ده، وتبدئي تعجني للمكونات دي يعني، وتبدئي تعجني هيعمل معاكِ عجينة جميلة. بس بما إن العجان موجود يعني فده بيسرّع شوية الموضوع. ويتعجن كويس أوي، وأهم حاجة قبل ما تقفّلي العجينة ادّي لها معلقتين بقى كده من زيت الزيتون، هيخلّي طعمها حلو جدًا. ولو أنتِ عندِك مقدرة مادية إنِّك تخلّي ربع كوباية دي كاملةً تكون من زيت الزيتون، هيخلّي طعم العجينة في حتّة تانية، بيخلّي طعمها خرافة، رائع. بس طبعًا زيت الزيتون بيكون غالي، فإحنا بنستخدم أنضف نوع من الزيت بيكون متاح، ونضيف بسيط كده من زيت الزيتون على أساس إن هو يدّي برضه الطعم الحلو. بعد ما هنحط في الأواخر كده العجينة خلاص كانت ضبطت معانا، هنبدأ نحط لها بس معلقتين من زيت الزيتون يختلطوا حلو كده مع العجينة، وبعد كده هادّيها كام ضربة كده على الرخامة، ونبدأ نقفّل العجينة بتاعتنا ونكوّرها ونسيبها في البولة ونغطّيها. وعايزة أقول لكم قبل يعني في المرحلة دي إن أنا وأنا جاية أغطّيها، مش باغطّيها بس، أنا باحطّها الأول شوية من زيت الزيتون، برضه علشان خاطر إن هي أو من أي زيت عندِك، بس أهم حاجة يكون نوع الزيت كويس، علشان خاطر وشّها ما يقشّرش معانا، ونغطّيها ونسيبها في مكان دافي تخمر براحتها. أنا ادّيت لها كام ضربة كده على الرخامة، وهادهن وشّها شوية من الزيت، وهاغطّيها بقى واسيبها ترتاح، ونبدأ نعمل الصوص مع بعض. طيب عشان بس الناس اللي بتقعد تقول لي طب بتحطي على وشها زيت ليه؟ علشان الوش ما يقشرش، وهغطيها بقى كده واسيبها في مكان دافي ترتاح، ونبدأ إحنا نعمل الصوص مع بعض. أنا معايا هنا طماطم كنت مخزناها معاكم قبل كده، حتى أنا لسه مطلعاها من الفريزر أهي فيها قطعة من التلج، شايفين قوامها عامل إزاي وحمرها عامل إزاي، مع إن هي ما كانتش حمرا أوي وأنا باعملها ولا حاجة، بس أنا ضفت لها البنجر وعملناها بطريقة معينة كده خلّيتها رائعة. هاسيبها لكم بإذن الله في صندوق الوصفة وفي أول تعليق مثبت، طريقة تخزين الطماطم بطريقة صحية ومليانة حديد لإن حطينا فيها بنجر. وده التوم برضه أنا خزّنته معاكم، هاسيب لكم برضه رابط تخزين التوم ولا لونه غيّر ولا أي حاجة، لإن إحنا خزّناه بطريقة صحيحة جدًا، لا لونه غيّر ولا حصل فيه أي حاجة، وبفضل الله جميل جدًا. بتفتحي الكيس تكسّري منه الكمية اللي أنتِ عايزاها وتدخّليه تاني في العلبة وتقفّلي، ويبقى معاكِ التوم بتاعِك فريش ما بياخدش أي وقت في الفكاكان ولا حاجة، وبيبقى رائع جدًا. برضه هاسيب لكم طريقته. عايزة أقول لكم إن الصوص ممكن نعمله صوص إيطالي، إنِّك تجيبي الطماطم الكونكاسيه اللي هي الطماطم المسلوقة المتقشّرة، وتضربيها في الخلاط وتضيفي لها معلقة من السكر، وتضيفي لها معلقتين من زيت الزيتون، وتضيفي لها كمان معلقة صغيرة من الملح ورشة فلفل أسمر وزعتر، وتخلطيهم كويس أوي بدون توم وبدون بصل، ويبقى كده خلاص تمام أنتِ عملتِ صوص إيطالي رائع. وما بيروحش على النار ولا أي حاجة. وممكن بقى نعمل الصوص المصري اللي إحنا هنعمله النهارده، اللي هنحتاج فيه الطماطم اللي ضربناها في الخلاط، نحط لها معلقة صغيرة من التوم، ونحط لها معلقة سكر برضه، ومعلقة ملح، ونحط شوية من زيت الزيتون، ونحط رشة من الفلفل الأسمر والزعتر. يالّا بينا بقى نروح على البوتاجاز، ننزل بيه شوية زيت، وننزل فيهم التومة تصفَر بس معايا، ونبدأ ننزل ونطُش الطماطم عليها، وبعد كده نبدأ ننزل بالحاجات اللي اتفقنا عليها، معلقة من السكر، معلقة من الملح، رشة من الفلفل الأسمر، معلقتين كبار كده من الزعتر، ونقلِّب كويس أوي، أو الزعتر على حسب ما تكوني بتحبي. ونهدّي النار بقى كده ونسيب القوام يتقل بالشكل اللي إحنا شايفينه ده. كده خلاص الصوص بتاعنا جاهز. في المرحلة دي إحنا كده جهّزنا الصوص والعجينة خلاص سايبينها بتخمر، ممكن في الوقت ده نبدأ نقطّع الخضار والحشوة بتاعتنا اللي إحنا عايزين نحشي بيها البيتزا بتاعتنا، نجهّزها في التوقيت ده. أنا جهّزتها، أنا عملت بس يا دوب طماطم وفلفل وزيتون والصلصة كده معايا اللي هي صوص البيتزا تمام، والعجينة خلاص خمرت. هنرُش بقى رشة دقيق من تحت وننزل بالعجينة ورشة دقيق كمان من فوق، ونبدأ عفوًا، نبدأ نفرد العجينة
يُفضّل إن أنتِ ما تخلّيهاش سُمكها تخين، خلّي سُمكها رفيّع، وتبدئي بقى بالقطّاعة سواء بقى كوباية أو قطّاعة مدوّرة أو قطّاعة مربّعة، القطّاعات الموجودة عندِك، أنا باعمل أهو بكوباية، وتبدئي تقطّعيها، والعجينة اللي هي طبعًا اللي هتطلع دي هناخدها الأول نرجع نلمّها تاني ونسيبها ترتاح على ما نبدأ نشتغل في البيتزا اللي إحنا قطّعناها دي، تكون العجينة ارتاحت نبدأ نفردها ونتعامل معاها. حد ممكن يقول لي إن إحنا طيب إحنا ممكن ما نفردش العجينة كلّها ونبدأ وهي لسه بعد ما اختمرت كده نعمل كِوَر ونسيبها ترتاح ونبدأ نفردها؟ أيوه ينفع. المتاح ليكِ واللي بتحبيه تقدري تعمليه. بس دي إلى حدٍ ما بتبقى الطريقة سهلة شوية في إن أنتِ بتطلّعي البيتزا كلّها حجم واحد، ونفس القطر واحد وكل حاجة قد بعضها. المهم إن أنا بعد ما عملت البيتزا وقطّعناها بالشكل ده، هابدأ أعمل بقى بأطراف صوابعي كده باضغط عليها بالشكل ده مش بضوافري، بالأصابع بس، وهابدأ أعمل كمان بالشوكة. طيب إيه لازمة الشوكة؟ علشان البيتزا ما تنتفخش، يعني ما تقبّش معايا وتفضل تشتري الحشوة. طيب أنا باعمل ليه بالصوابع اللي أنا الحركة اللي عملتها في الأول؟ علشان إن هي تشتال، أعمل فيها زي فجوات كده بسيطة إن هي لمّا آجي أحط عليها الحشوة تشتالها. كده خلاص الmini بيتزا معانا جاهزة، دهنت الصينية مادة دهنية ونزلت فيها بالبيتزا بتاعتي. في المرحلة دي ممكن تسيبيها ترتاح دقايق بس عشان يعني إيه، ترتاح من إيدينا بس وترتفع حاجة بسيطة خالص، أو على حسب بقى ما أنتِ بتحبي، لو عايزة سمكها تخين خلاص سيبيها ترتاح شوية حلوين، لو عايزة سمكها رفيع ما تخلّيهاش ترتاح أوي، يعني كام دقيقة كده وخلاص. العجينة طبعًا دي اللي كنت أنا طلّعتها نتيجة الفرد وبدأت أفردها تاني وأقطّعها تاني وهكذا لحد ما أخلّص الكمية. البيتزا خلاص معانا بقت تمام، ارتاحت حاجة بسيطة أهي، هابدأ أحُط عليها الصوص، ممكن تحطّي بالمعلقة وممكن بالفرشة، تحطّي كام يعني بالمعلقة كده وبضهر المعلقة تفردي عليها أو بالفرشة زي ما أنا باعمل وتدخّليها الفرن على درجة حرارة 200 5 دقايق بالضبط. طيب إيه السبب؟ علشان خاطر نسوّي العجينة شوية ونبدأ لمّا تطلع نبدأ نحُط بقى الحاجة اللي إحنا حابين نحُطّها، الجبنة، أي حشو إحنا عايزينه. في بعض الناس يحبّوا يخلطوا الطماطم مع الفلفل مع الزيتون ويحطّوا عليه بهارات البيتزا ويقلّبوها حلو ويبدأوا يعملوها زي سَلطة كده، وبعدين يبدأوا بالمعلقة كده يضيفوا على كل بيتزاية الحاجة اللي هُم عايزين يحطّوها اللي هُم جهّزوها دي. وممكن تعملي زي حالاتي كده تحطّي الجبنة وبعدين الطماطم والفلفل والزيتون أو أي حشو عندِك، وممكن تحطّي بعد ما تخلّصي كل ده ترُشّي رشّة كده من بهارات البيتزا بتخلّي طعمها برضه حلو، وندخّلها الفرن. طَب إيه السبب؟ ونحط برضه على الجبنة على الوش كمان. طَب إيه السبب إن أنا دخّلتها الفرن في الأول مرّة قبل دي؟ علشان إن أنا أوقات كتيرة لمّا بنحط البيتزا جاهزة من الألِف للياء وندخّلها الفرن بتحمَر من فوق والجبنة بتبدأ تستوي ولونها يغمق وتكون العجينة لسه ما استوتش، فعشان كده إحنا بندّي للعجينة نخلّيها تستوي في الأول شوية وبعدين نطلع نحط لها المكونات اللي إحنا عايزين نحطها ليها، وبعدين نرجع ندخّلها الفرن تاني بحيث إن الجبنة تبدأ تسيح كده والعجينة تكمّل سِوَى بسيط ويبقى كده تمام جدًا. طبعًا درجة الحرارة 200 خلّيها تستوي، وده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. الجبنة أهي لونها ما اتغيّرش، بيضة زي ما هي وبتمُط وجميلة، والعجينة من تحت خلاص الحمد لله استوت، كُلّه كده تمام. ودي كانت وصفتنا النهارده، باتمنى تكون عجبتكم، وعايزة أقول لكم إن سُمك الmini بيتزا أنتِ اللي بتتحكمي فيه على حسب فردِك، وعلى حسب فترة الراحة اللي أنتِ سِبتِ العجينة فيها ترتاح قبل ما تدخّليها الفرن، أنتِ ده اللي بتتحكمي فيه عشان تطلّعي السُمك المناسب ليكِ. وأقول لكم في رعاية الله، وأشوفكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.